معلش معلش اشكري. خش يا امن والله ما في مين. انا مش مخنوق لان مفيش مكان بديل. واحنا دلوقتي بنمسكوا اهالينا مثلا يموتوهم، وهو اهالينا جابونا هنا وحطونا هنا وسابونا. تعالي قعدي عند نقعد عندهم نعملوا ايه؟ ما لو في فلوس والله انا شاريه الجراد ده قاعده علي والله. في الساعات اللي فاتت حصلت كارثة في محافظة المنوفية. نهر النيل فاض وغرق أراضي طرح النهر بالكامل، والقرى هناك اتقلبت والمية دخلت على البيوت فجأة، والناس ما كانوش لاقيين وسيلة غير المراكب علشان يتحركوا أو يوصلوا لبعض. المشكلة البحر زاد علينا ومفيش مكان لنا غير هنا. هي دي المشكلة، ولو في مكان بديل ما كنا طلعنا وسيبنا المكان ده، بس مفيش بديل. والبحر زاد علينا زي ما انت شايف، وبقول لك لسه هيزيد أكتر من كده. المنظر كان صعب جدا، مزارع غرقانة، محاصيل اتدمرت، واهالي قاعدين فوق الاسطح علشان يحافظوا على حياتهم. والاهالي اتكلموا وقالوا انهم خسروا كل تعبهم في لحظة. بتاع الزراعة بتاعتنا باظت والسلاج باظ والبهايم ملناش مكان حاطينها هناك تحت الكوبري كده تحت الاقليم الجديد. غرقنا والزرع بتاعي راح والجاموسه بتاعتي ماتت ومش لاقي اكل 70 سنه مش لاقي اكل، والاكل بتاعي راح كله وعم في البحر وجاموستي انتهت ومش لاقي اكل ومش لاقي حاجه خالص. المحافظة أعلنت حالة طوارئ قصوى، وبدأوا يحذروا السكان إنهم يسيبوا البيوت القريبة من النيل فورا، والمستشفيات رفعت حالة الاستعداد لأي طارئ، والحماية المدنية نزلت تساعد وتنقذ الناس. والأزمة هنا سببها ارتفاع منسوب المية نتيجة تصريفات جاية من فيضانات السودان وفتح بوابات بعض السدود، وده انعكس علينا بشكل مباشر. والخلاصة إن الوضع مأساوي، ناس اتشردت وبيوت غرقانة، والموسم الزراعي اتأثر بشكل كبير. ودلوقتي الأهالي مش محتاجين غير سرعة في الدعم والتعويضات علشان يقدروا يقفوا على رجليهم من تاني. ما تدخلش البيوت، انما السنة دي دخلت البيوت. لا يا عم كانت بتخش البيوت. لا بقينا 3 سنين ما جتلناش. 3 سنين بالظبط ما جتلناش هنا. بقت تزيد تاخد الزراعة تحت وتاخد كل حاجة في الزراعة، بس البيوت لا. بس قبل كده كانت بتخش البيوت. انت ليكي بيت هنا ومين اللي فيه؟ كم عددكم فيه؟ كم عددنا؟ واحد معاه 4 بنات، مراته 6 والتاني 5، معاه 3 بنات وهو ومراته وانا الاخت.